السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من صفحتك وقناتك شريف سبورت. بحيي كل جمهور نادي الزمالك العظيم تحية كبيرة، وصباحكم أبيض بخطين حمر. في البداية نسمي الله ونصلي على سيدنا رسول الله، وربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا وينصر إخواتنا في غزة وفلسطين، وانصر نادي الزمالك على كل المتآمرين، واهدي الأحوال. قولوا آمين واضربوا اللايك محترمين. النهارده الجمعة، أكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله فإن صلاتكم تعرض عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. نخش في اخبارنا، وعاوز تعرف اخبار نادي الزمالك واخبار الكره المصريه واخبار الانديه الاخرى، تابعني على صفحتي على اليوتيوب شريف سبورت، على الفيسبوك طبعا شريف سبورت ايضا، وان شاء الله تجد ما يسرك في هذه الصفحه. طيب تعال نخش في اول خبر معانا في اخبار نادي الزمالك، نادينا الكبير بطل الدوري وسمعني يا عم الحدوته. جمعية اللاعبين المحترفين تختار لاعب الزمالك الأفضل هذا الموسم، وأعلنت جمعية اللاعبين المصرية رسميا اختيار النجم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك كأفضل مهاجم في الدوري المصري الموسم الماضي 2025-2026. وجاء هذا الاختيار تقديرا للأداء البارز والمستوى التهديفي الذي يقدمه الدباغ طوال منافسات الموسم، حيث نجح في أن يكون الورقة الهجومية الأكثر فعالية وتأثيرا في صفوف القلعة البيضاء. أعتقد أن النجم الفلسطيني عدي الدباغ عمل موسم أكثر من رائع. أتمنى له طبعا يفضل على نفس الحالة بإذن الله في الموسم الجديد. برضه من الأخبار الحلوة، ما أنت كل ما بتعمل إنجاز بتعمل حاجة كويسة هتلاقي نادي الزمالك بيجي لك رعاة. احنا دايما نقول هو ليه ما فيش رعاة لنادي الزمالك حتى وهو بطل الدوري أو حاجة، بس اتضح إن في أمور أخرى دي اللي بتجيب الرعاة. فنادي الزمالك السنة اللي فاتت كان عنده حوالي بتاع 7 رعاة تقريبا يعني. تفاصيل الزمالك مع رعاة جدد لحل الأزمة الحالية. يمن نادي الزمالك في انتهاء من كافة أزماته المالية بجانب أزمة إيقاف القيد. ووضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أنهت الاتفاق مع راعيين جديين لفريق الكرة ضمن خطة تدعيم الموارد المالية بالفترة القادمة. وأكد أن الإعلان الرسمي عن الرعاة الجدد سيتم بمؤتمر صحفي يعقد قريبا، والرعاة الجدد سيظهرون على قمصان الأبيض بداية الموسم القادم. ده شيء كويس جدا جدا. خلي بالك بطل الدوري جالك ارض كويسه جدا، عملت لك شغل عالي جدا جدا، هتخش لك فلوس كتير جدا جدا. اتمنى ان انت تستغل الارض دي في يعني فلوسها في المكان كما يجب ان يكون يعني. في ظل بقى غموض أزمة القيد وعناصر قد تعوض الزمالك عن الصفقات وتدعيم الفريق في الموسم المقبل، الناس كلها بتدور. طب الزمالك عنده أزمة، مشكلة كبيرة اللي هي القيد التأديبي، وممكن بنسبة كبيرة يوقع عن نادي الزمالك. فعشان كده بقول لك بدأ طبعا نادي الزمالك واضح الحاجة للنظر إلى قطاع الناشئين. لازم الزمالك يبص إلى قطاع الناشئين والاستفادة من اللاعبين البارزين فيه لتدعيم الفريق الأول. ما أنت ما عندكش حل غير كده. في لعيبه انت صعدتها السنه اللي فاتت، ده شيء جميل جدا، حوالي 5 6 لاعبين. هيجي لك بعض المعارين ممكن تاخد منهم 2 3، ممكن يجوا ل4، مفيش مشكله خالص. انما هناك عده لاعبين مرشحين لتدعيم الفريق الاول بقوه الموسم المقبل، بالاضافه الفنيه طبعا وتحقيق الاضافه الفنيه للفريق من قطاع الناشئين. من بين اللعيبه طبعا في قطاع ناشئين الزمالك هو طبعا واللي ظهر الموسم الماضي على فترات، انما اعتقد ان الموسم القادم لو في ظل ايقاف القيد التقديمي، واتمنى ان هو يترفع عن نادي الزمالك، يوسف وائل الفرنسي واحد من اعمده خط الوسط. ايضا اللاعب المهاري انس وائل برضه هيبقى من اللعيبه اللي لهم مستقبل كبير جدا في خط الهجوم، من خلال ادائه الهجومي الذي طبعا يحرص الكثير من الناس بيحرصوا على ان هو في شبه كبير جدا من شيكابالا. وايضا محمد حمد احد ابرز الاجنحه في قطاع الناشئين، لعيب هايل جدا 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 اللي هو محمد حمد ده، حريف جدا جدا. والمدافع القوي السيد اسامه، وايضا المدافع علي حمد، كلهم عناصر من اللي ممكن ان تعوض طبعا الزمالك عن صفقات لو ما اتحلتش ازمه ايقاف القيد. عندك الاهلي زي ما انا قلت الموسم الماضي يعني شالوا الفرقه في وقت صعب جدا جدا. كان عندنا حوالي 11 اصابه، طلعهم الكابتن معتمد جمال المدير الفني المحترم الى الفريق الاول. شالوا نادي الزمالك في فتره من الفترات، وفتره صعبه جدا، حتى عادوا طبعا من الاصابات اللعيبه الكبار. في ناس بتتساءل بقى وبتسال مين مدرب نادي الزمالك القادم؟ اقول لك على الموضوع ده في يعني
ملخصين كده او كلمتين، واحد واثنين. اقول لك ان معتمد جمال هيكمل في نادي الزمالك في حاله ايه بقى؟ هيكمل في حاله عدم رفع ايقاف القيد التأديبي. انت خلاص مدير فني عرفك، مدير فني خد معاك الدوري، وصل نهائي الكونفدراليه، عمل معاك موسم كويس جدا جدا. ما عندكش فرصه تجيب صفقات، ما عندكش من ال يعني خلاص هيبقى هو اللي فاهم الفرقه، هو اللي حافظ الفرقه. اعتقد بنسبه كبيره هيبقى كده موجود الكابتن معتمد جمال. طب في حاله عدم حل الازمه مع الفيفا ورفع الايقاف قيد التأديبي، الزمالك هيعمل ايه؟ اعتقد ان لو عفوا لو اترفع القيد التأديبي، لو اترفع كابتن معتمد جمال طبعا هيبقى موجود في عدم رفع ايقاف القيد. انما لو اترفع ايقاف القيد عن نادي الزمالك وجاب صفقات جديده، وده اللي بيأمل ان احنا بنأمل فيه ان يترفع، عشان نقدر نجيب لنا على الاقل 5 6 صفقات تليق باسم نادي الزمالك، يشيل الفرقه عشان تلعب دوري الابطال والكاس والرابطه وتلعب الدوري، وان شاء الله ودوري الابطال تبقى حاجه كويسه واضافه كويسه. انما انا عاوز اقول لك لو ما اتحل، لو اتحلت هنجيب اعتقد اسم كويس في مدير فني كبير، مدير فني كبير هيجي لنادي الزمالك. جون ادوار عبد الرحمن اسماعيل عقدوا جلسه مع عبد الرحيم ايشا، قلت لكم من اللعيبه او اللاعب ده بالذات جه في فتره من فترات الموسم الماضي ابتدى ينضج كرويا عبد الرحيم ايشو، وبيلعب دلوقتي. ممكن تلعبه جناح، ممكن تلعبه في خط الظهر في ناحيه الشمال. اعتقد ان لاعب كويس جدا. الزمالك تواصل مع اتفاق مبدئي على تجديد عقده، وخلال ساعات هتسمع خبر كويس جدا جدا. نادي الزمالك أنهى جميع الاتفاقات لإنشاء استاد نادي الزمالك مع وسيط مغربي تابع لشركة أوروبية، والإعلان الرسمي عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة. هنا الموضوع ده هنقول لك على خبرين فيه. آه الخبر بتاع الاستاد ممكن يتعمل على الاستاد والأرض الجديدة، وممكن يتعمل على ارض اللي ممكن تاخدها في الفتره القادمه في التجمع الخامس. يعني ممكن موضوع الاستاد يؤجل لحين الحصول على ارض جديده في التجمع الخامس. انا بقول لك خبر وارمي البحر، زي ما ساعات بقول لك كده، خد الخبر وارمي البحر. ممكن يتعمل في ارض 6 اكتوبر. هم دلوقتي لسه في اتفاقات وحاجات. تعال اقول لك على خبر تاني. كده مصدر ان اللاعب حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، لاعب نادي الزمالك عنده ازمه ايقاف قيد. ما اعتقدش ان في لاعب هيمشي من نادي الزمالك، انما ممكن يعني انا مستغرب برضو من الخبر زيكم. ان لاعب زي حسام عبد المجيد، لان انت ما عندكش حد غير محمد اسماعيل، وعندك الونش هيرجع لك الزناري. لو انت هترجعه مش هترجعه يبقى يفضل حسام عبد المجيد. اعتقد ان الزناري بقى اضافه، لان انت عندك ازمه ايقاف قيد. انما اللاعب عنده 3 عروض قويه جدا 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 جدا. عرضان طبعا عنده عرضين من احد الانديه الاوروبيه. مؤكدا ان جميع العروض وصلت بالفعل لاداره نادي الزمالك دراستها، وان ازمه ايقاف القيد التي يعاني منها النادي تمثل العامل الابرز في حسم الملف. الخيار الثاني امام اداره نادي الزمالك الابقاء على اللاعب والحفاظ على قوام الاساسي للفريق وتعديل عقده، بينما الخيار الثاني هو الموافقه على بيع اللاعب ووصول عرض مالي كبير يحقق استفاده اقتصاديه للنادي. وطبعا يعوض خساره احد ابرز لاعبين. اللاعب عنده طبعا 3 عروض رسميه، عرض اوروبي وعرضان من انديه خليجيه. ده بالنسبه لحسام عبد المجيد. طبعا نادي الزمالك بيقول لك لو ما مشيش هنعدل له عقده، واعتقد ان ده الاقرب في ظل الظروف لو ما اتحلتش ازمه ايقاف القيد. تقارير تكشف بقى مصير محمود جهاد مع نادي الزمالك، خاصة ان اللاعب انهى برنامجه التأهيلي ويستعد للعودة الى التدريبات بمجرد عودة الفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث يسعى النادي لعمل ملف بدني للاعب تجنب تكرر اصابته، املا في الاستفادة منه سواء فنيا او من خلال تسويقه بمبلغ جيد. يعني سواء انت هتقعده او تمشيه، نادي الزمالك بيحاول يجهز اللاعب، لان انت في احتياج زي ما قلت لك لكل اللاعبين. برضه كنا عاملين زي اللاعب اللي هو بتاع نادي طلائع الجيش اللي اتنقل او راحت صفقة جديدة من نادي الزمالك، صفقة حرة. برضه ضيع صفقة جديدة من نادي الزمالك. مودي ناصر بالامس وقع للنادي المصري بعد تعثر انتقاله للابد بسبب ازمة القيد. اللاعب عقد جلسة مع مسؤول المصري بورسعيد وتم الاتفاق على كافة التفاصيل. طارق حامد بدأ مهام عمله في الإدارة الرياضية لنادي الزمالك، وقد كلف ببعض الأمور من جون أدوار وحاليا شغال عليها.
طارق حامد طبعا لاعب مخلص لنادي الزمالك. مصدر في الزمالك يؤكد انه تم الانتهاء بالفعل من 7 قضايا هذا الاسبوع، وخلال الاسبوع المقبل هيتم حل باقي القضايا قبل 30 مارس للحصول على الرخصه الافريقيه. نادي الزمالك شغال دلوقتي زي خليه النحل، يعني احنا دايما نيجي في الوقت الضايع. الزمالك بيترقب حكم المحكمة الرياضية لحسم أزمة القيد، وسيناريوهات متوقعة في جلسة الاستئناف الخاصة بأزمة إيقاف القيد التأديبي. يترقب مسؤول نادي الزمالك تحديد موعد الجلسة، جلسة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية طبعا للعقوبة التأديبية. ووضح المصدر المحكمة الرياضية تمتلك عدة سيناريوهات للفصل في القضية، حيث يتحدد موقف الزمالك من إبرام صفقات جديدة الموسم المقبل. أبرزهم تأييد عقوبة الإيقاف القيد لفترتي انتقال، أو تخفيف العقوبة ليقتصر على فترة واحدة فقط، وهو ما يأمل الزمالك فيه طبعا ان يحصل خلال الاستئناف. وفي المقابل يقبل الخيار الغاء العقوبة بشكل كامل قائما من الناحية القانونية، لكنها يعد الأقل احتمالا، خاصة في ظل استناد قرار الفيفا إلى مخالفات سابقة مرتبطة بفسخ عقود بعض اللاعبين من جانب نادي الزمالك. نادي الزمالك ما يلومش غير نفسه، انت فسخت قبل كده عقود، في عقود لعيبة برضه اتفسخت من طرف واحد، وده في الفيفا يعمل لك مشكلة كبيرة جدا جدا. موعد عودة أحمد الجفالي. أحمد الجفالي قرر مسؤول نادي الزمالك منح الأولوية لرحيل أحمد الجفالي في فترة الانتقالات الصيفية لنادي آخر، سواء بالبيع أو الإعارة لموسم واحد. اللاعب طبعا إعارة أحمد الجفالي لاعب نادي الزمالك هتنتهي مع نادي أبها يوم 30 يونيو 2026، ومن المقرر أن يعود للزمالك رسميا نظام سوق القلعة البيضاء بداية من 1 يوليو 2026. يعني 1/7 المقبل هيرجع الى المفروض الى تدريبات نادي الزمالك. اللاعب اكد المحامي ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اصدر حكما لصالح الجفالي بمبلغ 80,000 دولار، وانهم يتلقوا اي مستحقات نادي الزمالك. لازم الزمالك ياخد باله من النقطة دي، اللاعب ما خدش فلوس ممكن يروح يفسخ عقده، ودي تبقى مشكلة تانية. خلي بالك اللاعب على ذمتك، اعارته هو هنا طبعا ما خدش قرار بفسخ عقده من طرف واحد، لان اللاعب هنا لسه على ذمه نادي الزمالك او على ذمه نادي ابها السعودي. ولما يبقى على ذمه نادي الزمالك ويرجع ويقول لك انا ليا مستحقات والاتحاد الدولي قال لك انا ليا 80,000 دولار، هنا اللاعب ممكن يفسخ عقده من طرف واحد ويأزم لك الدنيا اكتر واكتر، ويأزم لك نادي الزمالك ياخد لازما في الفتره دي ياخد باله كويس جدا، على الاقل له 80,000 دولار ادوا له 40,000 دولار عشان ما ياخدش الخطوه الثانيه. انا بقول لك 40,000 دولار، مش بقول لك يعني انت بتقول 80,000 دولار يا عم، ده من ضمن اللعيبه اللي لها فلوس عندك، فده يفسخ لك عقده من طرف واحد يروح يشتكيك، الدنيا تبوظ في نادي الزمالك. معلق البين سبورت. حتى البين سبورت بتتعجب من تركيز الكابتن حسام حسن مع رضا عبد العال في هذا التوقيت. والمعلق الرياضي محمد فوزي، المعلق الرياضي محمد فوزي وقناه البين سبورت الرياضيه على قرار حسام حسن مدير الفني منتخب مصر تصعيد الشكوى ضد الكابتن رضا عبد العال. وكتب محمد فوزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي اكس: سؤال يبحث عن اجابه. مدرب يخوض اهم المحطات في مسيرته الكرويه، بيقود منتخب بلاده في اهم المحطات مسيرته الكرويه، يقود منتخب بلاده في اهم الاحداث في العالم، لديه فرصه سهله لكتابه تاريخ جديد لمنتخب مصر. هل طبيعي انه طبعا يفضل مركز مع بعض التصريحات او الانتقادات ويشغل باله وياخد تركيزه ويكلف محامي يقدم بلاغ للنائب العام شخصيا؟ ما هذا العبث؟ شخصيا على الكلام ده طبعا على الاستاذ محمد فوزي المعلق على بين سبورت. عاوز اقول لك في شكوى كابتن حسام حسن ضد الكابتن رضا عبد العال، بيقول في شكواه ضد رضا عبد العال: اثاره الفتنه والبلبله في الشان الكروي والتجدير الامن والسلم في البلاد. يا سلام يا سلام، سلم الشبكه بتتكلم. انا مش عارف اقول ايه بصراحه. يعني انت الشكوى بتاعتك بتقول ان رضا عبد العال بيعمل فتنه وبلبله في الشارع الكروي. يا سلام يا كابتن رضا، انت بتعمل بلبله، امال اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي طول النهار والليل عاملين ازمه ما بين جمهور الاهلي وما بين جمهور الزمالك، تعمل معاهم ايه؟ ولا عشان هم دلوقتي انت واخد معظم لاعبي النادي الاهلي فمحدش بيهاجمك عشان كده انت مبسوط؟ لان انت لو كنت خدت لعيبه او اقل لعيبه من النادي الاهلي، اعتقد ان الاعلام والمواقع طبعا ما كانوش هيرحموك.
صدمة أهلاوية، صدمة أهلاوية، أنا بقول لك صدمة أهلاوية. ليه يا عم سبورت؟ اضرب لايك وأعلوا بالصلاة على سيدنا رسول الله. اكثروا من الصلاة على سيدنا رسول الله، إن صلاتكم تعرض علي يا جماعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. واضرب اللايك بقى بعد ما أقول لك هذا الخبر المهم. صدمة أهلاوية. كابتن حسين عموتة المدير الفني طبعا في فترة راحة، دايما بيتواصل عن طريق زوم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبيتكلم كلام كتير جدا، وبيتفق وبيقول فين المهاجم، فين المدافع، فين حارس المرمى. فمن ضمن الكلام جه على الحارس. هو بيقول لك كان النادي الاهلي في فتره من فترات كده كان عاوز ينزل باعمار اللاعبين، بيوصي بالموافقه على رحيل الشناوي في حاله وصول عروض لهذا الحارس. عاوز اقول لك ان النادي الاهلي ابتدى يبص الى صفقه جديده، والصفقه دي انا اعتقد ان هي مخلصه مع نادي الزمالك في حاله ان نادي الزمالك يفتح باب القيد التاديبي او ما يبقاش عنده مشكله. اللاعب هنا محمد علاء، لاعب نادي الجونه. ابتدى النادي الاهلي يفكر، وقلت لك خلي بالك يا زمالك، الحارس ده حارس واعد، والحارس ده هيبقى زي الشناوي من فتره طويله لو حد فاكر، وقلت لك ان الحارس ده هيبقى من اهم الحراس في مصر الفتره القادمه. ونادي الزمالك كان عليه من السنه الماضيه كان يخلص مع هذا الحارس. فالنادي الاهلي في الوقت الحالي بنسبه كبيره ممكن تلاقي محمد علاء حارس في مرمى النادي الاهلي. الاهلي يستقر على تمديد عقد بن شرقي حتى 2028، بينتهي عقد طبعا اللاعب الاساسي المغربي اشرف بن شرقي مع النادي الاهلي بنهايه يونيو 2027، حيث وقع في يناير 2025 لمده موسمين ونصف. تاريخ نهايه العقد الحالي 30 يونيو اللي هو شهر 6 2027 السنه الجايه، مع امكانيه تفعيل عام اخر اضافي بناء على اتفاق الطرفين. ده بالنسبه لبن شرقي. برضه حسين عموتة بيرفض عودة ثنائي الفريق. واحد، المهاجم السلوفيني جريتشار حاليا معار من النادي الاهلي. اوبست طبعا بيلعب في نادي اوبست، ده معار من النادي الاهلي مع وجود بند بنية البيع النهائي، وعقده الاهلي يمتد لاربع مواسم ونصف حتى 2029. ده بالنسبه لجرشار. الراجل قال له لا انا شوفوا لي مهاجم احسن. برضو اللاعب الاخر اللي يعني كان في كلام بقوه ان عموته مبسوط بان هو يرجع رضا سليم، اتضح الكلام عكس ما كل الناس قالت، ان رضا سليم لاعب في الجيش الملكي المغربي على سبيل الاعاره لمده موسم مقبل بتوصيه من المدير الفني حسين عموته، اللي قال لك انا مش محتاج الى اللاعب. برضه النادي الاهلي بيحدد بعد كاس العالم 7 مليون دولار. انت عاوز تحترف يا عم امام عاشور، عاوز تمشي من النادي الاهلي، النادي الاهلي لوحده ياخد له 7 مليون دولار. احترافك يكلفك ان انت تروح اي نادي، شوف انت بقى في النادي ده هتحصل على كام. انما النادي الاهلي بيقول لك انا عايز 7 مليون دولار بعد كاس العالم. النادي الاهلي طلب طبعا زي ما احنا عارفين 3 لعيبه مهمين جدا جدا، اللي هو علي محمود واقراي عبد الله وحامد عبد الله. فدول ثلاثي النادي الانبي اللي الكل عارفهم. انما النادي الاهلي يروح بقى للقالق والزخاء والحاجات اللي هي يعني ايه، مستقبل الكره المصريه زي حمزه عبد الكريم واللعيبه الصاعده الواعده. في ثنائي قوي جدا جدا بيلعبوا في منتخب 2007، ودول بيلعبوا في ناشئي نادي انبي. واحد اسمه محمد عبد البصير شرقيه، والتاني اسمه عمر العزب. ده من اللعيبه اللي بيفكر فيها النادي الاهلي، من اللعيبه المهمه جدا جدا عشان يضمها الى صفوف النادي الاهلي. انما المشكله ان نادي انبي وايمن الشريعي بيفكر في تسويق اللاعبين او الاثنين لعيبه الى اوروبا، شايف فيهم ان ممكن يدخلوا لك مبالغ كبيره جدا جدا جدا، ويروحوا انديه كبيره ومن هنا يتالقوا، ويبقى بعد كده في حق رعايه وفي حق مش عارف ايه، وياخد فيهم مبالغ كبيره جدا جدا. وانا اعتقد ان الفتره الجايه المفروض نسيب بعض اللاعبين من الاهلي او الزمالك او انبي او كل الانديه تحترف في الخارج، عشان يبقى عندنا اكتر من 30 40 لاعب محترف يفيدوا منتخباتنا الوطنيه المصريه ان شاء الله باذن الله على كل الاعمار. اتمنى لنادي الزمالك ان شاء الله يخرج من الدوامه اللي هو فيها. ان شاء الله ايقاف القيد التاديبي يتم تعليقه. طبعا انا بشكركم على طبعا الدعم المتواصل على الفيس او على اليوتيوب. يا ريت لو انت سمعت الفيديو وعجبك الفيديو يا ريت تضرب اللايك وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه. وشكرا لكم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.